الدنيا زحمة موتى والحبايب سلام ما وضعتش رحمة مولد والصعب وغال زحمة زحمة وزحمة زحمة يا دنيا زحمة. افتحوا الطريق يا شباب بقى عشان انتوا شايفين الحالة يعني. حالة من الحزن خيمت على الوسط الفني بعد وفاة الفنان الشعبي الكبير أحمد عدوية عن عمر ناهز 79 سنة إثر معاناة طويلة مع المرض. وفاة الفنان الشعبي أحمد عدوية جاءت بعد مرور 7 أشهر فقط على رحيل زوجته ونيسة عاطف، الشيء اللي زاد من حزن متابعيه. وكان آخر ظهور للفنان أحمد عدوية في حفل غنائي أقيم بمدينة شبين الكوم بمحافظة المنوفية، حيث ظهر جالسا على كرسي متحرك بسبب معاناته من إصابة في قدمه أثناء تواجده في المطار وفقا لمصدر مقرب منه. وبرغم حالته الصحية حرص عدوية على المشاركة في الحفل إلى جانب ابنه محمد عدوية، وقدم مجموعة من أغانيه الشهيرة زي سلامتها أم حسن وزحمة يا دنيا زحمة، الشيء اللي أدخل البهجة والسرور على الحضور. وكان كشف مصدر مقرب للراحل أحمد عدوية تفاصيل الساعات الأخيرة قبل رحيله قائلا: الراحل أحمد عدوية كان في منزل ابنه محمد قبل وفاته، وتعرض لوعكة صحية ورغب ابنه في نقله للمستشفى، ولكن طمأنه الدكتور وقال له هنعلق بعض المحاليل ولكنه رحل اليوم قبل ساعة. رحم الله الفنان أحمد عدوية وألهم أهله وذويه الصبر والسلوان.